منتخب مغرب خلى على جنب. احنا اقوى منتخب في افريقيا. هلو مستر ترامب. باش تعرف ازدواجيه المعايير ديال الكائن الشحتاوي، الناموس اللي كان خاصنا نجيبو ليه باش يحترمنا. خدامك يا باشا. المنتخب الوحيد خلى في جنب وتكلم عن بقيه المنتخبات. مصر احنا اقوى منتخب في افريقيا. لا احنا ما فيش حد احسن مننا، احنا احسن من اي حد. انت راه جدك قال لهم انا ربكم الاعلى. الناموس اللي كان خاصنا نجيبو ليه باش يحترمنا، خاصو هاد الناموس داكشي علاش ما احترمهاش. المره الجايه تلقانا استوردنا لك شويه ديال الناموس من هاد النوع باش تحترمو. خارجه ما بيا ما عليا، جايه الموازين بحالي بحال كاع الناس، فاذا بي تلقى واحد سكرين في واحد الباج مصريه فيها اهانه مباشره للمغرب. غنخليها لكم هنا. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. هادو اللي داويين في هاد الصفحه هادي واللي قال لك المصدر والمستورد وهذا الخرطي الخاوي، هما اللي عندهم سينا كلها زارعينها بانجو، هما اللي عندهم البحر الاحمر اكبر تقبه في افريقيا. منين تدخل راكم عارفين شنو، هما اللي عندهم تجاره السلاح بالعلاليه دلالي وجايين كيهاجموا في المغرب. علاش؟ حيت المغرب واحد اليوم بار كونتر في الماتشات اللي دازت قالت بغينا المغاربه يشجعونا في ميريكان، حيت هما ما عندهمش فلوس باش غيمشيو يشجعوا بلادهم في ميريكان. باش تعرف ازدواجيه المعايير ديال الكائن الشحتاوي. المصري راه ما فيه ثقه، المصري مجرد كائن كيتلصق بحال لحم الراس. ف اللي زاد عصبني اكثر هو ان المغاربه جالسين كيجاوبون في التعليقات، وحنا عاد طلقنا الحمله ديال صمتها صاحبي. ما تكومونطيش عندهم، راك تزيد ترفع لهم الريتش وتزيد تعاونهم في الحمله الاعلاميه اللي دايره ضد بلادك وضد منتخب بلادك. فالله يرحم بها الوالدين. صمتوها، عايرهم في كونتك، دير عليهم ديغيارسيون، خذ راحتك. ما عندهم ما تجاوبوهمش، ما طلعوا لهم الشان. تحيه. انا نفس الموضوع. احنا لازم نغير، احنا ثقافتنا كعرب، العرب كلهم لازم نغير الثقافه عندنا. ما فيش عاطفه في كره القدم، ما فيش حاجه اسمها ان انا رايح اعمل اداء مشرف للكره العراقيه او المصريه او الكره الاماراتيه او اي منتخب على مستوى العرب. الجمهور حتى هو خارج النهارده بنفس الاردن كله بيقول لك انا كويس اني اتغلبت 3. هم 11 لاعب وانت 11 لاعب. انت عندك لعيبه محترفين في المنتخب العراقي ولا مش موجودين يا احمد؟ موجودين. نفس الشيء. ايه المشكله؟ روح خليك. هكلمك كيب فيرد او الكونغو الديمقراطيه، هي راح بتلعب، هو مش دعوه بمنتخب مين اللي بيلعب، منتخب البرتغال، منتخب الارجنتين. هي ثقافه. هو عنده هدف، رايح يلعب في كاس العالم، رايح يشتغل يجتهد يتعب، بعد كده النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بدليل ان النهارده انت بتقول الكونغو الديمقراطيه، الكونغو النهارده ممكن تكمل، كيب فيرد ممكن تكمل، المغرب تكمل، مصر تكمل. ليه ما احطش السعوديه عندها امل؟ ليه انا النهارده بعمل اداء مشرف بس انا رايح اعمل منتخب مغرب خلى على جنب. هذا المنتخب الوحيد، انا قلت لك امبارح كده، المنتخب الوحيد خلى في جنب وتكلم عن بقيه المنتخبات، لان العمل اللي قاموا فيه المنتخب الاردني في السنوات الماضيه خطه واستراتيجيه ورؤيه. احمد، عندك تعليق على كابتن عصام حضري؟ طموح هو مو الاداء المشرف، هي النتيجه الاداء المشرف. احنا طموحنا نفوز على فرنسا، هاي الحقيقه. بس اللي صار هو رد فعل بعد ما شافوا اداء جيد. هو مو طموحنا، يعني الطموح مشروع، والطموح دائما كبير. والكابتن عصام ادري هي 11 ضد 11، بس يعني علي الحمادي مو مبابي. الو، ايوه حضرتك، بقول لك ايه، البنسيون هنا مش كويس صراحه، يعني في ناموس كتير. احنا مش متعودين على كده، الظروف دي ما بتساعدناش ان احنا نركز في اللعب. معلش حضرتك. A few moments later. الو، هلو مستر ترامب، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ايه في اوامر حضرتك؟ عاوزين تدعموا الجماعه اياهم في الماتش بتاعنا ضد ايران؟ اوامر سعادتك، مفيش اي مشكله، عادي مفيش اي مشكله. لو عاوز برضو اللعيبه تلبس الشعار بتاع الجماعه مفيش اي مشكله برضو، عادي يا باشا. خدامك يا باشا.
تسلم حضرتك، تسلم. السلام عليكم.